أهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناة أخبار كل يوم. أحمد الشيخ يوقع للزمالك لمدة 3 مواسم واللاعب يتوجه للنادي. كشف مصدر مقرب من أحمد الشيخ لاعب الأهلي السابق أن اللاعب في طريقه إلى نادي الزمالك للتوقيع على عقود انضمامه للفريق رسميا بعد انتهاء المفاوضات بينه وبين إدارة الكرة في الزمالك بالنجاح على أن ينضم اللاعب للزمالك لمدة 3 مواسم بعد رحيله عن الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وحدد مسؤول نادي الزمالك اليوم السبت موعدا نهائيا لحسم مصير إمكانية ضم الشيخ جناح الأهلي السابق من عدمه بعد عرض اللاعب من جانب لجنة الكرة بالنادي على البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق اللي أبدى موافقة حول ضم اللاعب. ولكن تبقى المشاورات التي سيتم حسمها اليوم بين لجنة الكرة وإدارة النادي الأبيض للتشاور النهائي حول إبرام الصفقة من عدمه. ومن المقرر أن يحسم التصويت داخل لجنة الكرة بالزمالك مدى إمكانية ضم الشيخ من عدمه. وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق وافق على انضمام الشيخ جناح الأهلي السابق بعد عرضه عليه من جانب لجنة الكرة بالنادي. وكشف المصدر ذاته أن اللاعب كان ينتظر قرار إدارة الزمالك النهائي بشأن ضمه من عدمه، خاصة أن تم اختاره أن الحسم سيكون خلال ساعات بشأن مدى إمكانية ضمه لقلعة ميت عقبة من عدمه.